سؤال: إذا كنت مسافرا وعند رجوعي للمنزل تبقى 10 كيلومترات توقفت لأصلي، هل يجوز لي أن أصلي أجمع وأقصر جمعا وقصرا؟ نعم، هذه المسألة أيضا يعني تقدمت فيها أجوبة كثيرة. نعم. فمنهم من يقول بأنه يستصحب الأصل، فإن كان قد قصر في سفره ذلك فإنه لا يتم حتى يصل إلى موطنه. نعم. ومنهم من يرى بأنه إن كان داخل حد السفر فإنه يتم ولا يقصر. والأولى للمسافر أن يجتنب الوقوع في مثل هذه المسألة خروجا من الخلاف واحتياطا لدينه وبعدا عن الوقوع في شيء من الشبهات. فالأولى أن يصلي، إما أن يصلي خارج حدود السفر أو أن يصلي في وطنه إن كان الوقت يتسع لذلك خروجا من الخلاف، وإلا فأشهر أقوال المسألة هي التي تقدم ذكرها والله تعالى أعلم. جميل. ربما بقيت معنا دقيقة. نعم. السائل مبارك المزيدي يقول: شخص صلى العصر منفردا وسلم سهوا في التشهد الأول وقام ليكمل بقية الركعات، وفي قرارة نفسه أنه سيسجد سجود السهو ولكنه نسي وتذكر بعد فراغه من الصلاة، فماذا عليه؟ متى تذكر؟ بعد إذا كان قد تذكر بعد فراغه من الصلاة فليأتي بهم بسجدتي السهو بعد فراغه من الصلاة، لكن لعله يقصد يعني بعد مدة ربما، فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. من الفقهاء من يقول يأتي بسجدتي السهو حينما يتذكر أيا كان حاله، ومنهم من يقول يأتي بالسجدتين بعد أول صلاة يصليها بعد تلك الصلاة التي احتاج أن يسجد فيها سجدتي سهو. نعم. لكن الأقرب أن محلهما قد فات ولا يترتب على ذلك نقض إن شاء الله تعالى، إنما هي يعني سجدتا السهو أريدتا لأجل جبر ما حصل من سهو في الصلاة، أما وقد فاته ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.